بصراحه فعلا في شغل مدرب ابتدى يظهر بشكل كبير بعد بدايه قويه وضغط عالي ولا مركزيه، والكره الثانيه بتاعتك لوحدك، انت بتاخد الكره الثانيه على طول لدرجه انك وصلت في 4 دقائق، في اول 4 دقائق لحوالي 6 ركنيات. وكان عاجبني قوي حريه الحركه اللي انت كنت مديها للرباعي الهجومي بتاعك اللي خلتك توصل للجون اكتر من مره، وكمان كنت مضيق الخناق على سيراميكا زيهم جوه ال 18. كمان طريقه اللعب اللي كانت في بعض الاحيان بتبقى 4-4-2 وزيزو بيبقى جنب جراديشار في العمق، او 4-2-3-1 وبيبقى مروان وديانج على الدايره وبتطير الاربعه المهاجمين زي ما قلنا، مفيش جناح ثابت او مفيش مهاجم ثابت وكلهم بيتحركوا. ده عمل خلخله كبيره في دفاع سيراميكا وسبب كمان اخطاء دفاعيه، لكن بعد كل الفرص والاستحواذ ده كله بتسجل الجون الاول. وبدل ما القوه والشراسه اللي كنت بادئ بيها الماتش تزيد ابتدت تقل. سيراميكا من اول هجمه في الدقيقه 40 بيسجل الجون الاول. وادي الفعاليه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، اللي هو انت بدات بشكل شرس جدا من بدايه الماتش، وكنت في ايديك تريح دماغك من الماتش اصلا من الشوط الاول. لكن بصراحه عجبني ان انت في الشوط الثاني بتنزل برده مسيطر مستحوذ بتهاجم وبتضغط، وقدرت كمان انك تسجل بدري وتضيع فرصه جراديشار الغريبه اللي هو عملت له بالعرض رجعها تاني. فكنت مسيطر على الماتش بالطول والعرض. وكمان زي ما قلنا حريه الحركه بتاعت الرباعي الهجومي ساعدتك في ان الاربعه المهاجمين ساهموا في الجونين، سواء زيزو صنع لتريزيجيه، بن شرقي صنع لجراديشار، وكان في تناغم كبير في خط الهجوم. وبصراحه اكتر من لعيب في الاهلي كان مستواهم كويس، ومن وجهه نظري بن شرقي وديانج كانوا من نجوم الماتش. كمان ماتش كبير من تورب اللي كان مذاكر كويس، قدر ان هو يقفل على سيراميكا كل مفاتيح اللعب ويوقف خطورتهم تماما. في ايجابيات كتير بصراحه، وفي شغل مدرب نطلع بيه من الماتش النهارده، ولكن برضه خط الدفاع لازم يتغربل. المساحات اللي متسابه بين الباك والمساك كارثيه، وده اللي شفناه في الجون الاول بتاع سيراميكا. ونقطه كمان وهي تدخلات تورب خلال الشوط الثاني وتغييراته. ليه تقلب الخطه ل5 في الدفاع؟ ليه تنزل طاهر؟ ليه مش احمد عبد القادر؟ طاهر ده المفروض ما يشمهاش يا جماعه، والله ده ما يلعبش، ما ينفعش ينزل الملعب ايا كانت الظروف، لان انت كده كده بتلعب ناقص لعيب. في ايجابيات وفي كام نقطه سلبيه كده بصراحه، لكن في المجمل ماتش ممتع وقوي جدا من الاهلي، والحمد لله على المكسب. شاركني رايك في الكومنتات، هل شايف ان تورب ابتدى فعلا شغله يظهر ويحط بصمته على الفرقه؟ لايك وشير، وما تنساش ان لو عجبك الفيديو تعمل فولو الملعب ويجي.